السلام حبات الغاية تاعك البنت، نتمنى تكونوا بخير. اخي اللي تشوف لا فيديو تاعي لاول مره مسج دير لايك من تحت لا فيديو، اشترك في القناه وتفعل الجرس باش اي فيديو تحط في القناه توصلك انت الاولى باذن الله. نبداو على بركه الله. كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم حبيت جيت نشارك معكم روتين خفيف وظريف فيه عده وصفات. دوك نخليكم مع الفيديو باش تشوفوها. اول شيء انا هنا راح نبدا بالفطور، فطور تاع الصباح، وراني الطريقه هذه تاع فطور الصباح راني شاركتها معكم، دوك نخليها لكم في صندوق الوصف. اول حاجه راح نبدا بها باش نشرب الدواء تاعي ونروحوا نديروا الروتين تاعنا مع بعضنا اللي فيه عده وصفات مختلفه. خليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. هنا حبيت انا حندير سوب تاع بسباس. عندي فيها حبه تاع بسباس، حبه كبيره، عندي حبه بطاطا صغيره، عندي حبه بصل، عندي حبه تاع جزر، عندي حبه تاع لفت، عندي كرفس، وعندي ورقات هذوك الخضر اللي يجوا في مع البسباس. وهنا نجيب الكوكوطه تاعي ندير فيها شويه تاع زبده وشويه تاع زيت، ونلوح الخضره تاعي تتقلى، وبعدها نضيف التوابل. هنا انا بعد ما تقليت الخضره تاعي ضفت الثوم وضفت مكعب تاع جمبو، كمون، رشه من الفلفل الاسود والهريسه. انا نحب الهريسه، نتوما تقدروا ما تضيفوهاش. هنا لكم انا الخضره تاعي تقلت جيدا مع التوابل. دوك حنضيف ماء سخون نمرق به ونغلق عليها ونخليها تطيب. كي طيب نرجع لكم باش نكملوا نلحوها مع بعض. شوفوا شكلها النهائي. هاي لكم انا الخضره تاعي طابت، دوك نميكسيها باش لاصوب تاعي تكون واجده. هنا تحبوا تضيفوا لها الفرماج ضيفوا لها، انا مانيش حنضيف لها، نرحيها كيما راهي فقط. اللي يحب يضيف الفرماج يضيف الفرماج. هاي لكم انا لاصوب تاعي بعد ما طحنتها راني فرغتها، تما صارت تكون واضحه وتجيب لينا تسخف. هنا درت سلق وشاركت معكم طريقه من قبل. لو كنتم مهتمين خلوا لي في التعليقات وكنا نشاركها معكم. لافقتها مع لاصوب. هنا حبيت انا نشارك معكم الكريمه اللي راح نديرها نحشي بها لي طارطولات تاعي. واش نحتاج فيها؟ نحتاج فيها نصف لتر من الحليب، نحتاج فيها كريم ديسير تاع فونواز. انا هنا استعملت ذوق تاع العطرشيه، نتوما ديروا اي ذوق تحبوها. فيها عده اذواق، فيها تاع الشوكولا، فيها تاع الموز، فيها تاع الفاني، فيها تاع الكراميل، تاع البيستاش. نتوما واش حبيتوا ذوق اللي حبيتوا تستعملوا. انا حنستعمل هذه تاع العطرشيه. ونحتاج 3 مغارف سكر، اللي يحبوا الحلاوه بزاف يديروا 4 مغارف تاع السكر. هذا واش نحتاج في الكريمه نتاعي. انا الحليب تاعي راه بارد وراني مستعمله نصف لتر من الحليب. انا قلت لكم راح نضيف عليه كيس تاع هذه البودره. ونضيف عليها 3 مغارف تاع السكر، اللي يحبوا الحلاوه بزاف يديروا 4. ونخلط بالفوي بارد في بارد حتى نذوب لي البودره هذيك تاع الكريمه ويذوب لي السكر. ونحطها على النار مع التحريك المستمر. انا راح نحطها على النار مع التحريك المستمر حتى ترجع لي كريمه. ونرجع باش نكملوا مع بعض.
هاوليكم كيفاش صار القوام تاعها بعد ما كنت حطيتها على النار مع التخليط المستمر. هذا هو القوام تاعها. دوك راح نفرخها في صحن. دوك نفرخها كامل. نرجع لكم. هاوليكم انا بعد ما فرختها في الصحن. دوك نجيب بابي فيلم ونغطيها. حاولوا انكم الكريمه تاعكم تغطيوها. حطوا البابي الومنيوم عفوا بابي فيلم على سطح تاع الكريمه، لازم يلامس معاها باش ما ديرناش هذيك القشره وتيبس. ونحطها تبرد على جنب، هي تدفى وانا ندخلها للثلاجه. دونك انا نغطيها ونحطها على جنب تدفى، ومن بعد نديرها في الثلاجه حتى تبرد وتتماسك، ومن بعد نرجع نكملها معاكم. انا دوك نحطها تبرد ومن بعد نرجع لكم باش نكملوا مع بعض. هنا هاي لكم انا الكريمه تاعي بعد ما كانت تفات شويه حطيتها في الثلاجه. هاي تماسكت وبردت. هذيكم ها. دوك انا نحيها بابي فيلم نخلطها شويه بالباتر ونرجع لكم باش نكملوها مع بعض. هنا راح نضيف لها الكريم شانتي. انا نخلطها قبل شويه وباش نكملوا مع بعض. هاي لكم الكريمه تاعنا بعد ما خلطتها شويه بالباتر. راح نضيف لها بودره الشانتي. نخلط كل شيء مع بعض ونرجع لكم باش نكملوا مع بعض. هاي الكريمه تاعي كيفاش صارت. ضفت لها لا كريم شونتي طلعتها. نتمنى الصوره تكون واضحه. انا هنا بما اني دوك درت ذوق تاع العطرشيه ما بغيت نضيف حتى ذوق، يعني اكتفيت غير بالذوق تاع العطرشيه. ضفت لا بودر شونتي وحدها. نتوما اذا استعملتوا تاع البيستاش او تاع الموز او تاع الكراميل تقدروا يعني بس تزيدوا تعزوا النكهه جيدا واللون. تقدروا تضيفوا اي اروم تكون متوفره عندكم بالقولي درتوه، سواء تاع الفراوله زيدوا لها الاروم تاع الفراوله تعطيكم اللون وكذلك تعزز لكم الذوق. كذلك بالنسبه تاع الليمون او تاع البيستاش او تاع البنان القولي استعملتوه الكراميل اللي درتوه ضيفوا له لاروم باش تعزز لكم النكهه واللون. انا بما اني استعملت ذوق تاع العطرشيه ما درت حتى روم، يعني اكتفيت بالذوق تاع العطرشيه فقط. ضفت غير بودره تاع الشونتي، يعني اكتفيت بالذوق تاعها. نتوما اذا كنتوا يعني درتوا اذواق اخرى وحبيتوا يتغير اللون ويزيد يعني الذوق يكون اكثر زيدوا لاروم تاع نفس الذوق اللي استعملتوه في الكريم ديسير تاع الفونواز. قلت لكم فيها عده اذواق وانتم احرار. اذا درتوها بالعطرشيه اكتفيوا بها وحدها. اذا درتوا اذواق اخرى تقدروا تضيفوا لاروم وطلعوا الكريم ديسير تاعكم على البودر الشونتين تحصلوا على هذه الكريمه كما راكم تلاحظوا. انا هذا هو اللون اللي تحصلت عليه، ما ضفت حتى روم. انا دوك نديرها في لابوش ونجيب لي تارتيلات تاوعي ونبداو نعمرو فيهم مع بعض. هنا انا عمرت الكريمه تاعي في لابوش. انا حنستعمل هذه لادوي، نتوما ديروا اي دوي تكون متوفره عندكم. هنا لي فون تارتيلات تاعي كنت خادمتهم من قبل وكنت شاركت معكم الطريقه. اذا كنتم مهتمين برك خلوا لي في التعليقات نعاود نشاركهم معكم. نبدا نشكل فيها. هايليكم هايليكم بهذه الطريقه. انا عطيت لكم هذا الشكل وهذا الشكل وانتم احرار يعني كما بغيتوا تشكلوها شكلوها. هايليكم نتمنى الصوره تكون واضحه. نزيد معكم واحده اخرى. نتمنى الصوره تكون واضحه. هايليكم كما قلت لكم الدوي اللي حبيتوا تستعملوها استعملوها. انا درت هذه باسكو الاغلبيه على بالي بلي عندكم هذه لادوي.
نكمل الحبه تاعي كامل بنفس الطريقه ونرجعوا نكملوا التزيين النهائي. هنا هاليكم انا بعد ما كملت عمرت الحبه تاعي بالكريمه. هنا تزيين يبقى اختياري وراجع لكم. انا هنا قلت لهم باش نزينهم لكم، قالوا لي خليهم هنا هكذاك، وليت برك حبيت هذاك باش نبين لكم. درت براج تاع مندارينه. انا في المنزل قالوا لي خليهم هنا هكذا كيما راهم ناكلهم، ما تزيدي فوقهم حتى حاجه. كنت حابه ندير تفاح وموز، قالوا لي لا ما بغاوش، حبوا ياكلوهم هكذا. التزيين هذا راجع لكم نتوما احرار، تحبوا ديروا عنب، تحبوا ديروا فواكه، تحبوا تخليهم كيما راهم، تحدوا داكم الاختيار. انت واش الفاكهه اللي كانت متوفره عندك او مجموعه من الفواكه اللي كانت متوفره عندك تزيني بها، او تخليها عادي كيما راهي هكا. انا هكذا يحبوهم في المنزل، قالوا لي مازال ديري لنا فوقهم والو. وهذا راجع ليكم. ها كيفاش جاو الحبات. وليت والعجينه تاع لي فونطارتويلات كنت شريتها معكم من قبل. اذا كنتم مهتمين بها خلوا لي نعاود نشاركها معكم. كما قلت لكم هنا التزيين تاعي كان بسيط، زينتها ببراج تاع مندارينه. وهذا راجع لكم نتوما احرى باش تزينوها لكم. واش كان موجود عندكم جود بالموجود، واش كان عندكم ديروا. واذا كان افراد العائله تاعكم كيما انا ما يحبوش حتى حاجه، يحبوهم سامبل، ديروهم عادي كيما راهم هكا. نتمنى انكم تجربوا الكريمه هذه، سواء تجربوا الكريمه وديروا لي فونطارتويلات من عندكم. تحبوا يعني نعاود نشارك معكم لي فونطارتويلات المره الجايه، خلوا لي باك في التعليقات. جربوا الكريمه هذه، ذوق تاعها جد رائع، وانا عطيت لكم الاختيارات. انا هنا درت ذوق تاع العطرشيه وما ضفت له حتى عطر، يعني اكتفيت بالعطر تاعها. نتوما اذا درتو تاع الموز ضيفوا الارoma تاع الموز، راح تزيد لكم في اللون وفي النكهه. وكذلك بالنسبه للاذواق باجمعها وباكملها. ها ليكم، نتمنى الصوره تكون واضحه. دوك انا نروح نخليهم مع الجنب ونروح نكملوا الشغل تاعنا مع بعض.